بصوا، هو بصراحة ما كانش ينفع ان احنا نختم رمضان من غير صينية كنافة من الاخر يعني. فالكنافة بالنسبة لي يا اما كنافة بالجبنة يا اما كنافة بالكريمة، فالنهاردة ان شاء الله هقدم معاكم كنافة بالجبنة، بس هنستخدم بديل الجبنة العكاوي. انتوا عارفين الكنافة النابلسية يعني جبنة عكاوي، لكن الجبنة العكاوي مش بتبقى متوفرة في كل الاماكن، ما بتبقاش متاحة يعني. هستخدم النهاردة بديل ليها وهقول لكم عن النتيجة وعجبتني ولا لا في الاخر. عشان ما اطولش عليكم المقدمة، تعالوا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجة معايا نص كيلو الا حاجة بسيطة من الكنافة، يعني تلت كيلو من الكنافة. بجيبها طازة طبعا وبحطها في الفريزر، وتاني يوم بفرمها في الكبة لحد ما توصل للمرحلة دي. بفرمها فرم ناعم يعني. ومعايا كوباية الا ربع من الزبدة. ومعايا بقى لون اورنج، لون برتقاني، ده بيكون متوفر في مستلزمات الحلواني او في السوبر ماركت الكبيرة، متوفر فيه. بحط كده كذا نقطة من اللون ده لحد ما احصل على اللون الاورنج. طبعا بضيفه في الزبدة الاول عشان ادوب اللون كويس جدا. الزبدة بتكون مسخنينها، يعني بتكون دافية او سايحة بالشكل ده. بعد كده بقى بضيفها على الكنافة وبفرك بقى الكنافة مع الزبدة واللون اللي احنا ضفناه للزبدة. الكنافة عشان تبقى طرية معاكم تستخدموا ليها زبدة، انا بصراحة بحبها بالزبدة. ممكن تستخدموا كمية المادة الدهنية النص زبدة والنص سمنة. السمنة بس بتنشف الكنافة، بتخليها ناشفة كده. طبعا كل ما احتجت لون هضيف كده لحد ما اوصل على لون الكنافة البرتقاني. ده بيديني نتيجة حلوة قوي اثناء التقديم كده، وبيخلي لون الكنافة حلو زي الكنافة النابلسية اللي بنشتريها جاهزة. لو ما لقيتوش اللون مش مشكلة. كده انا خلصت. هجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها الكنافة، وهضيف عليها معلقة كبيرة برضو من الزبدة. تقدروا تستخدموا اي صينية، انا استخدمت النهاردة الصينية دي. انا بصراحة مش عارفة مقاس الصينية قوي، لكن هي تقريبا 26. هضيف كده كمية الكنافة بالشكل ده. طبعا مش هضيف الكمية كلها، هضيف الكمية اللي حاجة بسيطة علشان هستخدمها على وش الكنافة في الاخر. هسكن كده الكنافة، ويستحسن ما يكونش سمك الكنافة تخين او عريض. كل ما بقت رفيعة كل ما بقى طعم الكنافة احلى، وطعم الحشوة كده او طعم الجبنة واضح فيها اكتر، وبتدي مطة اكتر، بتدي مطة اكتر. بس هسكن بقى الكنافة كده كويس قوي في الصينية، وهحاول اعمل ليها اطراف مرتفعة شوية علشان الحشو، سواء بقى كنا هنحشيها جبنة او هنحشيها كريمة. فبخلي كده بس الكنافة في الاجناب كده في الصينية مرتفعة شوية. هضيف بقى كمية الكنافة كلها بالشكل ده، وهضغط كويس جدا لحد ما اخد الكمية المناسبة للصينية. وبعد كده بقى هندخل على الحشو او بديل الجبنة العكاوي. دي جبنة الحمد، مخصصة كده للحلويات، اسمها جبنة الحمد، مكتوب عليها كده مخصصة للكنافة او الحلويات. هي بصراحة تشبه بالظبط الجبنة الموتزاريلا بس مش مملحة. ممكن تكون الجبنة الموتزاريلا فيها نسبة ملح، لكن دي مفيش فيها نسبة ملح خالص. الكيس اللي معايا ده حوالي 500 جرام، يعني نص كيلو. انا استخدمته الا حاجة بسيطة، يعني سبت منه حاجة بسيطة. طبعا لو هتستخدموا الجبنة العكاوي، ودي بصراحة بتدي نتيجة احلى، بتحطوها في المية، بتنقعوها يعني في المية لحد ما تنزل كمية الملح الزيادة اللي فيها، وترجعوا تصفوها كده علشان ما يبقاش فيها اي سوائل او اي ملح زيادة. هنا بقى باقي الكنافة اللي معايا، طبعا انا مخدتش الجبنة كلها زي ما انتم شايفين، سبت فيها شوية. باقي كمية الكنافة بقى ببتدي ان انا ارش كده زي ما اكون برش الكنافة كده على الجبنة. مش عايزة طبقة سميكة خالص، لا انا يا دوب بغطي بس الجبنة او شكل الجبنة كده بالكنافة. يعني الطبقة التانية دي عبارة عن كوباية كنافة، يعني عاوز المقدار بالظبط كوباية كنافة واحدة بس كده. وببتدي ان انا احطها على الجبنة بالشكل ده. وطبعا ممكن ما تضيفوش كنافة، ممكن تسيبوا الجبنة كده، واول ما تسيح كده في الفرن تبقى هي كده خلاص جاهزة. لكن انا بحب احط طبقة بسيطة قوي او رشة بسيطة كده بس من الكنافة. وببتدي ان انا اسكن برضو الكنافة كده بايدي، بحيث ان هي تثبت كده على الجبنة. في الاثناء دي طبعا بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 علشان يكون جاهز ان انا ادخل صينية الكنافة فيه. بسكن بقى الكنافة كده كويس على الجبنة، ويستحسن ان ما تكونش الجبنة باينة علشان ما تتحرقش معانا او تاخد لون او تنشف معانا في الفرن.
اول ما خلاص بحس كده ان انا سكنت الكنافة، بدخل بقى الصينية بالشكل ده في الفرن لمدة تلت ساعة. اول بس ما الوش كده ينشف معانا وياخد لون بسيط علشان الطبقة رقيقة، مش عايزينها تنشف او مش عايزينها تتحرق في الفرن. اول بقى ما توصل للون ده، شايفين لون محمر بسيط خالص، ببتدي بقى ان انا افكها من الصينية واقدمها بقى في طبق التقديم بالشكل ده. زي ما انتم شايفين اللون تحفة جدا. درجة الحرارة زي ما قلت لكم على وسط 180. بنسقيها بقى بالشربات، عبارة عن كوبايتين كده من الشربات. ده الشربات اللي كان متبقي معايا من وصفة المكشكشة. بنعمل لها شربات خفيف او سيرب خفيف، ما يكونش تقيل. الشربات بيكون دافي والكنافة بتكون سخنة علشان يطري معانا كده الكنافة، والقوام بتاعه زي ما قلت لكم وسط، لا هو خفيف ولا هو تقيل. مقادير برضو الشربات ده هتلاقوه في وصفة المكشكشة تحت الفيديو ده بالظبط. هبتدي بقى ان انا ازين الكنافة بشوية من المكسرات، بشوية كده من الفستق المجروش او الفستق المطحون علشان يكسر معانا اللون شوية. طبعا تقدروا تزينوها مثلا بجوز هند او شوية مثلا اي مكسرات متاحة عندكم، او تسيبوها كده سادة خالص، هي شكلها حلو. وفي الاخر في النص برضو كده شوية من المكسرات، واحدة كده من الكريز، بتدي لون حلو جدا. وبتتقدم بقى وهي سخنة او هي دافية علشان الجبنة تبقى واضحة كده. بقطع بقى كده قطع بالشكل ده، وببتدي بقى ان انا اقدمها على طول. انا بصراحة الجبنة اللي استخدمتها النهاردة المطة بتاعتها ما عجبتنيش، لكن هي كطعم هي مدية طراوة كده وطريان حلو للكنافة، طعمها مش وحش. لكن ما ادتنيش المطة اللي هي بتاعت الجبنة العكاوي بصراحة. الجبنة العكاوي كمان بتكون طرية اكتر وبيكون فيها سوائل، فالجبنة بحس ان هي اطرى. يعني بحس الجبنة دي حسيتها كده ناشفة شوية، لا الجبنة العكاوي بتكون اطرى، وبيكون بصراحة طعمها كده يعني غني شوية، والمطة بتبقى مختلفة خالص. انا دايما لما بعمل الكنافة النابلسية بستخدم ليها الجبنة العكاوي، بس المرة دي استسهلت كده وقلت اجرب جبنة الحمد دي. الطعم ككل طعم الكنافة حلو، طرية مش ناشفة، علشان استخدمنا ليها الزبدة. الجبنة طعمها حلو مديلها طراوة حلوة، لكن المطة مش احسن حاجة. جبنة العكاوي انا بفضلها بالذات في الكنافة النابلسية. دي كانت وصفتي البسيطة النهاردة، الكنافة بالجبنة او الكنافة النابلسية. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة اول باول. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.